السلام عليكم. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات القناة. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشوف اليوم بتاعنا كده من اوله ماشي ازاي. ان شاء الله يكون روتين جميل كده عليكم وتستمتعوا معايا بيه. اول حاجة بس لو انت اول مرة تشوفيني، يا ريت تشتركي في القناة، في زرار كده اشتراك دوسي عليه وفعلي زر الجرس واختاري الكل عشان يوصلك مني كل جديد. والناس اللي بتبعت لي يعني الفيديو بتاعي بيوصل لهم متأخر، ممكن تدوسي على زرار الاشتراك، الغي الاشتراك واشتركي تاني واعملي الكل من اول وجديد، كأنك تشتركي عندي من اول وجديد، بحيث اي حاجة تنزلك في وقتها، ما يجيلكيش اشعار ايه متأخر. فاهمين قصدي؟ بس وحطي لي لايك للفيديو ده على السريع، ويلا نصلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهستنى منك كومنت حلو عشان بحب اقرا كومنتاتكم قوي. وكمان جات لي فكره كده اللي انا كل جمعه يعني هجرب معاكم الفكره دي. لو عجبتكم ان شاء الله نستمر عليها، لكن لو ما عجبتكوش يعني خلاص بقى مش فارقه، مش هعملها تاني. هكتب لكم كده على المنتدى اللي انتوا تسالوني، وهاخد 10 اسئله من اسئلتكم، سواء بقى اسئله في وصفه، سواء اسئله مثلا عايزين تعرفوني اكتر، سواء اسئله يعني اي اسئله اللي تحبوه. هاخد اول 10 اسئله تتكتب لي، وان شاء الله هبقى ارد عليها في الفيديو. وكمان لو عايزين ان انا اخلي حبايبنا يدعوا لكم اي دعوه، برضو اكتبولي، ونقول كده في اول الفيديو كده 3 برضو من حبايبنا اختار لهم كده يعني ادعية اللي هم عايزينها يعني. ونقول لحبايبنا ايه اللي بيتفرجوا على الفيديو يدعوا لكم بظهر الغيب، وان شاء الله ايه يبقى في ميزان حسناتنا جميعا. هنا حضرت الفطار، عملت توست بالمربى، وكان عندي عصير فراولة، واليوم كله ايه فراولة في فراولة كده، وصباح الفراولة علينا. بعد كده بعد ما اكلت الاكل الجميل ده، قلت اعمل ايه شوية عجينة كده، هعمل بيتزا ان شاء الله. اكلة البيتزا دي يعني بعملها مرة في الاسبوع، يعني ببقى مقسمة كده الاسبوع بتاعي: اكلة سمك، اكلة فراخ، اكلة لحمة، اكلة بيتزا، واكلتين بقى شعبيات كده. فاهمين قصدي؟ يعني من غير البروتين، مثلا شوية كشري كده وبيض مسلوق، مسقعة، عدس شوربة، عدس بجبة كده هوت. يعني بكون مقسمة الاسبوع بتاعي. والصراحة بقى ايه، ولا تحتاري ولا تقعدي تفكري، هي الحاجات دي بقعد ايه اكررها كل اسبوع كده. غير بقى لما يهف علينا حاجة كده تانية او نكون زهقنا من حاجة معينة، ايه ابدا ايه اللي انا اعدل بقى ايه في الجدول الاسبوعي، يعني اللي انا بكون عاملاه للغدا، اشيل بقى صنف ابدله بصنف تاني وهكذا. لكن ماشيه على روتين معين، بحيث ايه ما بقاش ملخبطه نفسي، او كل يوم اصحى في ربكه هنتغدى ايه وهعمل ايه واقعد ايه افكر او اضيع تفكيري. لا، بكون شايله حاجات في الفريزر، اطلع منها ايه واعمل. بس هو ده ايه الروتين بكون ماشيه عليه. المهم هنا ايه كنت بعمل العجينه، بعملها بطريقة عادية جدا. بحط الدقيق وعليه الخميرة وعليه سكر وعليه رشة ملح وعليه شوية زيت زيتون وطبعا المية. إيه بس كده، مش بحط بيض ولا بحط لبن ولا اي حاجة. بتكون عجينة خفيفة وجميلة وبتطلع معاكي طرية وزي الفل. اهم حاجة تكوني حاطة المية دافية. هنا بعد ما لفيتها بوريكي قد ايه، بصي قطنية وتحفة جدا جدا ما شاء الله. اعمليها بالطريقة دي هتطلع معاكي احلى عجينة، تنفع معاكي العيش في اللحمة، عيش في البسطرمة، فطاير، اي حاجة تكون كويسة. وقبل ايه ما اطلع من المطبخ، سبت بقى العجينه تخمر، قلت اعمل شويه صلصه اللي هي بتاعت البيتزا دي، احضرها بالمره، بحيث ابقى محضره ايه كل حاجاتي. وبالمره هغسل الطماطم والفلفل والبصل اللي انا هقطعهم، بحيث لما النور يقطع، عندي النور بيقطع الساعه 2، لما النور يقطع اكون مجهزه حاجتي واقعد ايه اقطعهم يعني في الساعتين بتوعهم النور دول، واكون خلصت كل الحاجات، بحيث ان شاء الله اول ما النور يجي الساعه 4 اكون ايه فرشت كده البيتزا بتاعتي وسويتها. هنا ايه كنت بعمل صوص البيتزا زي ما قلت لكم. حطيت صلصه، دي كنت عاملاها دايما، بكون عامله صلصه يعني، وحطيت عليها شويه زعتر وشويه ملح وشويه شطه، وببدا ان انا اقلبهم وبتطلع معاكي تحفه جدا. عنصر اساسي في البيتزا الزعتر، الزعتر اصل الصلصه واصل كل حاجه. وهنا كانت العجينه بتاعتي إيه خمرت يعني، بسم الله ما شاء الله، جميل هي وزي الفل. بحط لها رشه دقيق كده استحراز ايه، بحيث الفها معايا، ما تكونش مثلا معجنه او ملزقه او حاجه. بس كده هوت ببدأ ايه اعجنها عجنتين كده هوت، وبصوا ازاي طرية وجميلة. طريقة العجينة دي بتطلع معاكي قطنية وتحفة جدا. وهبدأ اجيب ايه الصواني بتاعتي، وادهنها زيت. هعمل صاج كبير ودايرة صغيرة، دهنتهم هنا زيت. وهنا كنت ايه بفرد البيتزا بقى بتاعتي. المفرش يا جماعة السيليكون ده تحفة جدا جدا، من احسن الحاجات اللي انتي تفرجي عليها البيتزا بتاعتك او العجينة يعني بتاعتك. وبيكون عاملين لك ايه زي دواير كده سنتيهات للمقاس الصينيه.
بس الصراحه هي مش بتظبط معايا، يعني انا بعملها كده بالحب ومش بتطلع قد الصينيه بالظبط، فاهمني؟ بس الصراحه هو كمفرش بيكون نظافه جدا، اللي انت كل العجينه بتاعتك او الدقيق او اي حاجه بتعمليها في المكان ده بس، مش مضطره بقى تغسلي الرخامه، مش مضطره ان انت مثلا تحطي مشمعه او اكياس او اي حاجه من الحاجات دي. الصراحه مفرش جميل جدا وبيكون سيليكون كده، وبغسله في ساعتها بالميه يعني وبنشفه وبشيله. الصراحه بيكون جميل قوي، بس اهم حاجه اللي انت ما تقطعيش عليه حاجه بسكينه، لو بتعملي مناقيش او حاجه طبعا ما تقطعيهاش بالسكينه علشان ايه ما يتقطعش منك. بيكون فيه زي قطعات كده للبلاستيكه تقطعي بيها، لكن غير كده ما تستخدميش ايه سكينه خالص. بس كده ايه فرشت الصاج الاولاني، ودلوقتي هعمل الصينيه الدايره. بعمل كده واحده مستطيله كبيره وواحده دايره، وساعات بيتبقى معايا حته عجينه بعملها بيتزايه صغيره ايه لبنتي، بتحب يعني تاكل البيتزايه لوحدها كده، هو بقى ايه عامله نفسها كبيره بقى وبتاع، فايه بروق عليها. النهارده يعني عايزه اقول لكم جبت الراجل بتاع الغساله بتاعتي كان فيها مشكله، اللي لما بتيجي بتعصر بتمشي بتتحرك من مكانها. فانا الصراحه كنت مستدفيها الموضوع، يعني بحسب دي حاجه بسيطه، بس زي ما انتوا عارفين بقالي فتره نقله الغساله من المطبخ حطيتها في اوضه الاطفال، فعامله لها كده زي توصيله من الحمام لاوضه الاطفال، خرمه كده في الحيطه يعني خرم في الاوضه، وخرم تاني في الحمام، وموصله بيه خرطوم الغساله وخرطوم الميه. فلما الغساله بتبدا تتحرك كده بتبدا تشد معايا في خرطوم الميه، وبفضل واقفه قدامها كل شويه اقعد ازقها وارجعها، وساعات ما باخدش بالي فبلاقيها ماشيه مع نفسها والخرطوم خلاص بيشد على الاخر. فالمهم ايه جبت الراجل بتاع الغساله، واحسن الموضوع تافه يعني حاجه بسيطه، هيقولي حاجه ب100 200 جنيه يعني ولا 300 جنيه اخرها، فاهمين قصدي؟ لان هي بتمشي في الاول في الاخر، يعني هي شغاله كل حاجه وبتلف كله وبتعصر 100 100. فالمهم لقيته بيقول لي هي الغساله عندي ايه فيها حته صدى كده من تحت، فقال لي بقى ايه الغساله البارومه اكلتها، فالباضي كله عايز يتغير، لان لما البارومه اكلت حته من الكفر بتاع الغساله في زي ما تقولوا كده زي صدادات او حاجه تحت في المكان دوت، هي دي اللي بتثبت الغساله ما بتخليهاش تتحرك. فقال لي عشان كده بتتحرك، فعايزه تغيري الباضي ده كله ونركب لك صدادات ب5000 جنيه. انا سمعت 5000 جنيه، انا وجوزي الصراحه اتفاجئنا واتصدمنا، انه طيب شكرا. ولحد دلوقتي يعني انا مش عارفه اعمل ايه، 5000 جنيه كتير قوي اللي انا اعمل بيهم الغساله الصراحه. كنا فاكرين الموضوع تافه يعني حاجه بسيطه، و... وطبعا غساله جديده هتكون غاليه جدا جدا، وهي غساله زي الفل وجميله، بس مش عارفه ازاي احل المشكله بتاعتها دي، وخايفه جدا على خرطوم الميه في يوم اكون بعمل حاجه او ساهيه يعني على الغساله الاقيها بتمشي كده لوحدها، ولا الخرطوم يتقطع يعمل لي مشكله او حاجه. فانا مش عارفه والله اعمل ايه في الغساله دي، مع اني حاطه تحتيها زي مشايه كده. فمش عارفه ممكن اجيب لها كاوتشات مثلا تتحط تحتيها بحيث ما تمشيش تبقى ثابته في الارض كده ماسكه في الارض، ولا لازم فعلا اغير زي ما الراجل ما بيقول كده الكفر ويركب لها صدادات، ولا ايه لحد دلوقتي مش عارفه. يعني الراجل كان لسه ماشي من عندي النهارده وانا مش عارفه افكر حتى. فقلت اقول لكم كده لو حد عارف المشكله دي او صدفته كده يعني ينصحني بايه كده، لاني فعلا مش عارفه. المهم هنا نرجع للبيتزا السعيده بتاعتنا ايه، فرشتها زي ما احنا شايفين كده، هعمل واحده بالصدوق وهعمل واحده بالبسطرمه. بس البسطرمه دي كانت يعني اي كلام خالص الصراحه، حتى ما كنتش عارفه احطها، لان هي كانت ملزقه كده ومعجنه زي ما انتوا شفتوا، ومليانه توم، حتى التوم فيها طري قوي انا مش عارفه اطلعه، وهي البسطرمه اصلا معجنه مش عارفه اصلا افرشها. كان اول مره اجيبها من العطارين، كنت ماشيه كنا جايبينها ايه اول امبارح تقريبا، كنا ماشيين وكانت ريحه البسطرمه تحفه جدا جدا. انا في العادي بجيبها من فتح الله، فتح الله بيكونوا فرشينها كده جميل، وبيحطوا ما بين، انا بجيب بالربع، فما بين كل تمن وتمن بيحطوا لك ايه زي اكياس مشمع كده، وتكون حاجه بنظافه الصراحه ومفروشه جميل. فانا من كتر ريحتها حلوه فجبنا ربعين، ففتحت الربع ده، حتى الربع التاني لسه شايلاه في الفريزر. فتحت الربع دوت، الصراحه ولا طلع طعمها تحفه يعني زي ما انا متخيله، ولا عرفت افردها، فانا مش هجيب الصراحه تاني من العطارين ده. ولو حد يعرف مكان، انا بكلمك هنا من اسكندريه يعني، لو حد يعرف مكان هنا في اسكندريه بيبيع بسطرمه يكون طعمها حلو كده وتكون التومه بتاعتها ناشفه، يا ريت يكتب لي برده في الكومنتات، لاني على طول بجيبها من فتح الله، بس بقالي كذا مره برده بجيبها حاسه ان هي طريه ايه ومش الطعم بتاعها، يعني مش الطعم اللي متعودين عليه. فلو تعرفوا مكان يكون كويس يعني للبسطرمه وكده برضو اكتبوا لي في الكومنتات ايه اجيب منه، لكن بتاع العطارين ده الصراحه ما عجبنيش خالص. حتى قطعت الصدوق، يعني كنت مجهزه صدوق لان البسطرمه عارفه ليه مش هتبقى حلوه معايا، فمش هعرف اعمل بيها البيتزا عدله، فكنت مطلعه برضو شويه صدوق كده قطعتهم، وقلت اعمل ايه بيتزايه صدوق وبيتزايه، يعني بيتزايه صدوق وبيتزايه بيتزايه صدوق وبيتزايه بسطرمه.
جربوا كده قولوا شبه تلاقي نفسكم تتلخبطوا. المهم ايه، وبحط كده زيتون وطماطم وفلفل وبحط بصل. البصل برضو الصراحة بيكون طعمه حلو جدا جدا في البيتزا، جربوه هتلاقوا طعمه جميل. وساعات كنت بحط مشروم، بس الصراحة لما الدنيا غلت لقيته غالي قوي بقى وبقى مبالغ فيه، فالصراحة تغاضيت عنه. يعني في حاجات كتير قوي لما الاسعار بتضرب بتغاضى عنها. شوية صوصات، مشروم، الحاجات دي. اللانشون كنت بجيب لانشون بستر، لانشون هو العادي البيف، ولانشون فراخ برضو ما بقتش اجيبهم. في حاجات بدأت الصراحة اتغاضى عنها لان يعني هي غالية، وممكن نتغاضى عنها عادي يعني مش هنقف عليها، فاهمين قصدي. بس انا كنت بخلص البيتزا بتاعتي، ولما بجيب الجبنه موتزاريلا زي ما انتم شايفين كده، بخلي الناس يعني اللي هي بتوزن في فتح الله وكده بعملهم اتنين، بحيث امسك كل بيتزايه بالتمن بتاعها، احط فيه الجبنه ايه وما لخبطش نفسي وما اقعدش اقول الجبنه ما قضتش لا الجبنه فاضت، لا، هي كل بيتزايه بطبق الجبنه دوت وخلاص كده، ومية مية وتبقى زي الفل. عايزه اقول لكم ان العجينه الصراحه انا كنت فاشله فيها جدا جدا في اول الجواز، تخيلوا. وكنت دايما لما اروح لماما اخليها تعمل لي عجينه وتشيلها لي في الفريزر واخدها منها. انتوا متخيلين الفشل اللي انا كنت فيه؟ لاني يعني ما كانتش مش ما كانتش بتظبط، انا ما كنتش بجرب. دايما كنت بحس المحشي ده اكله، اكله غريبه كده، استحاله اعرف اعملها. دايما كنت بحس العجينه دي استحاله اعرف اعملها. فالصراحه ما كنتش بجرب، كانت الحاجات دي مامتي بتعملها لي. بس من ساعه ما فتحت القناه قلت اجرب بقى. عارفين الصراحه هو التصوير بيشجع، فدايما اكون عايزه اصور، فعايزه اجيب افكار جديده، عايزه اعمل حاجات، فبضطر ان انا اقعد اجرب. فلما جربت الصراحه لقيتها كلها حاجات سهله جدا جدا، وبقيت بتظبط معايا من اول مره. ف... فبقيت اعمل حاجات، ويعني بنصح اي حد بيتفرج عليا مش بيحب يطبخ او بيكون خايف الحاجه تبوظ منه، لا جربي، لان كل الحاجات سهله وبسيطه جدا. طالما مثلا بتتفرجي على فيديوز او شفتي الطريقه تقدري ان انت تنفذيها، فبتكون سهله جدا جدا. ف... فاكله البيتزا دي بقت من الاكلات السهله جدا. وكل ما افتكر يعني اقعد اضحك ازاي كنت بخلي مامتي تقعد تعملها لي واقعد اخدها عجينه. وبعدين يعني احنا بيتنا ساكنين في العصافرة وانا ساكنة في العجمي، فبقعد اشيل اللي عارفين سفر بقى، يعني يعتبر سفر عشان يبقى معايا حاجة، وحاجة ساعات تسيح ومش عارف ايه، واصلا طلعت كل الحاجات سهلة واقدر ان انا اعملها لوحدي، بس انا كنتش حابة اجرب. المهم هنا عملت الثلاث بيتزات زي ما احنا شوفنا، قلت احطهم في الفرن وعقبال ما يستووا هعمل سلطه كده بالجزر، بتكون سلطه سهله جدا برضو. دايما جنب الاكل يعني لازم تحطي سلطه او خضره، فاهمين قصدي. فطبعا ما كانش عندي اي حاجه غير الجزر. يعني دايما مثلا ايه بعمل دوائر خيار او لو عندنا خس كده بناكله جنب الاكل، بس ما كانش متوفر، ما كانش عندي غير الجزر ده، فبعمله زي الكول سلو، بس طبعا ما فيش كرنب. فبعمله كول سلو بس من غير كرنب، هتشوفوه دلوقتي. يعني بمسك الجزر ببشره وبحط عليه شوية مايونيز وشوية لبن وشوية ملح وشوية شطة وشوية خل، وممكن معلقة سكر او معلقة عسل نحل صغيرة. وببدأ ان انا اقلب كل دوت وبسيبها ايه شوية كده تدخل في بعضها كده اهو، الصوص يعني يدخل مع الجزر عشان الجزر بيكون عسل وكده، فيدخل مع بعضيه كده الملح والخل والمايونيز ومش عارف ايه، فبتكون سلطة جميلة جدا. حاولوا تجربوها، تنفع مع كفتة، تنفع لو عاملة صدق، تنفع مع فراخ، تنفع مع اي حاجة. انا دايما لما بيكون عندي جزر، وجزر الشتا الصراحة جميل ومتوفر وسعره كويس يعني حنين، فدايما بعمل ايه طبق السلطة كده ده جنب الاكل. ويعتبر حطيت على الاكل بتاعي الساعه 4 اول ما النور جه. الصراحه الاول النور كان عندي بيقطع من 7 ل9، فالوقت ده كنا بننام يعني مش بنلاقي اي حاجه نعملها فبننام. يعني مره اختي جت بيتت عندي يومين كده، يعني لقيت اليوم بيتضرب الساعه 7، يعني الساعه 7 بننام خلاص اليوم خلاص، اصل هنقعد نعمل ايه. لكن لما غيروا مواعيد، مغيرين مواعيد يعني من كذا شهر، فمن 2 ل4 ده ميعاد ما شاء الله مناسب جدا. فالساعتين دول بقى طبعا ولا في ميه ولا في نور، فدايما مثلا لو غسله، لو هعمل غدا مثلا في حاجات بتتقطع زي اكله النهارده كده، بكون غسلاها قبل ما النور يقطع، اقعد ايه اقطع في الساعتين دول. لو مثلا ما وريش غدا او حاجه حاجه يعني اقدر اعملها وهو النور قاطع، ببدا اروق دول ساعتين الترويق. بمسك لي بقى ظرف الدولاب اقعد اطبقها، انزلها كده واطبقها، عشان دايما ببقى مستعجله جدا. فلما بلم الغسيل بقعد اعمل كوام كوام كده، لبس الاطفال على جنب، لبسي على جنب، لبس جوزي على جنب، مش عارف الداخلي على جنب، وتلوني ايه بمسك كل ده لوكشه كده احدفه في مكانه. فطبعا الدولاب بيكون بيرجع هدوم، فالساعتين دول بستغلهم بقى، ساعات بنزل ظرف ظرف اقعد اطبقها بهدوء، ساعات اقعد اروق البيت، ساعات اقعد اكنس كده هوت.
نسيت اقول لكم، هنا برضو كنت عامله صلصه طماطم. الصراحه الطماطم اليومين دول كويسه جدا، الكيلو ب5 جنيه وحمرا وجميله زي ما احنا شايفين. فالصلصه دي اول ما صحيت من النوم كنت مقطعه بقى الطماطم وضربتها في الخلاط، وايه لسه يعني لسه يعتبر مستويه دلوقتي. فبدات ان انا احطها في اكياس. دايما حاولي ان انت اي حاجه تلاقيها تفرزيها طالما سعرها حنين. يعني الطماطم كانت ب10 وكانت ب12، فلما لقيتها ب5 جنيه كده كده انا مفرزه اصلا. يعني انتوا لو بتشوفوا في كل فيديو انا دايما بعمل صلصه طماطم، لان مش بستغنى عنها خالص، سواء في الطبيخ سواء في اي اكل. بتسهل عليا جدا. وباخد كده 3 كبشات، دول يقضوا معايا اكله مكرونه. ساعات بيقضوا معايا اكلتين للطبيخ، فاهمين قصدي. وبحطهم في كيس، ولما استخدمهم بطلعهم من الكيس احطهم في علبه، وابدا استخدمهم ايه لحد ما يخلصوا. ولا بكون حاطه فيها زيت ولا ملح ولا فلفل. ساعه الاستخدام ايه بحط. فحاولوا كده وانتوا مثلا بتنزلوا السوق تبداوا تفرزوا حاجه حاجه. يعني دلوقتي اوان الصراحه الطماطم. ممكن برضو الفراوله نازله ب16 ونازله ب14، برضو تفرزوا برضو فراولة. فدايما كده وانتي بتعملي الاكل حاولي ان انتي خلال يومك تكوني مفرزة حاجة، بحيث ايه تسهلي على نفسك بعد كده، او تشيلهم لرمضان باذن الله. يعني زي ما انتوا شفتوا كده الصلصة خلاص خلصتها. قبل كده كنت مفرزة معاكم خضار وفرزت سمك وفرزت الفراخ. فالحاجات دي تعدي من عليكي، بحيث ان شاء الله تستقبلي برضو رمضان تكوني مظبطة حاجتك، وتكون حاجات كلها معدية من عليكي، فاهمين قصدي. هنا كنت عملت الصلصة دي الصراحة طلعت معايا تقريبا 4 أو 5 أكياس. والحلة الكبيرة دي بتنجز معايا. يعني أنا ساعات كمان بجيب 10 كيلو، دول كانوا 5 كيلو، كان عامل 25. ساعات بجيب 10 كيلو بطلع حلتين من الحلة الألمونيوم دول. دي الحلة الكبيرة. وبعملهم. بتنجز معايا جدا الصراحة، واشغل العينين الكبار. وانجز طلع 5 كيس اهو زي ما احنا شايفين. وهنا كان الغدا بتاعي استوى، بس طبعا البيتزا كانت لسه سخنة. ف جوزي وبنتي اخدوا البيتزا بتاعتهم، قالوا لي لا ولا هنصور ولا هنعمل. خدي انت بقى البيتزا بتاعتك صوريها براحتك. فهي دي اللي اتبقت اللي انا اصورها. هنا هي لما استوت ما شاء الله كانت تحفه جدا، وطعمها طري وجميل. وطبق السلطه اهو زي ما احنا شايفين. والصوص الحار ده بيكون تحفه. وده اليوم بتاعي. باي باي.